أول سؤال عندنا في اختر. بس قبل ما نحل اختر، بما ان احنا هنحل متطلبات قبلية على الوحدة، فمحتاجين طبعا الصورة العامة للقانون العام. فأنا هحط لك الصورة العامة للقانون العام مثلا هنا بتاعت المعادلة التربيعية، بما ان كل حاجة ليها علاقة بالمعادلة التربيعية، وبما ان احنا بنحل في ح، فادي الأعداد الحقيقية كمان خط الأعداد بتاعها جبناه. فالسؤال الأول بيقول لك رقم واحد. في السؤال الأول اختر رقم واحد. بيقول ايه في رقم واحد؟ بيقول مجموعة حل المعادلة س تربيع ناقص واحد. ادي المعادلة نكتبها، س تربيع ناقص واحد بتساوي صفر. أول حاجة عشان نحل بالقانون العام محتاجين نطلع المعاملات. يعني المفروض ان الألف اللي هو المعامل بتاع س تربيع بكام؟ بواحد، والمفروض ان ب بتساوي صفر، بما ان مفيش اصلا جزء مرتبط بسين، مفيش سين اصلا هنا. وهنا الحد المطلق اللي هو ج بيساوي كام؟ بيساوي سالب واحد. فكده احنا عايزين ندخل جوه القانون العام، نعوض في القانون العام على طول. هنقول له ان س الاول والتاني بيساوي، المفروض ان هو عبارة عن، هكتب لك برضو القانون العام بالرغم انه مكتوب تحت، بس برضو سالب ب موجب او سالب جذر الب تربيع ناقص الأربعة ألف في الجيم على اتنين ألف. فكده المفروض إن الحل الأول والتاني بيساوي، هنروح نستخدم مثلا اللون الأزرق عشان نحل. احنا عندنا كده كده الب بصفر، فسالب صفر بصفر. بعد كده يبقى عندنا موجب أو سالب، موجب أو سالب جذر الب تربيع، يعني الصفر تربيع بصفر ناقص أربعة في الألف بواحد في الجيم بكام؟ بسالب واحد على الاتنين في واحد. فالمفروض إن الحلين هيساوي موجب أو سالب جذر سالب في سالب بموجب، أربعة في واحد في واحد بأربعة على اتنين. فكده احنا عندنا الحل الأول هو س واحد، والحل التاني بيساوي، الحل الأول عبارة عن موجب جذر أربعة على اتنين، فهتبقى عبارة عن موجب جذر الأربعة بكام؟ باتنين، يبقى اتنين على اتنين هتدينا كام؟ هتدينا واحد. والحل التاني هيبقى عبارة عن سالب جذر الأربعة على الاتنين، يبقى سالب اتنين على الاتنين، فهتساوي سالب واحد. فكده مجموعة الحل بتساوي الواحد والسالب واحد. يعني كده الحل هيكون رقم د، سواء د كده او سواء الناس كاتبه د كده، المهم الحل هيبقى رقم د اللي هو الحل الصح. رقم اتنين في اختر برضو بيقولك مجموعة حل المعادلة س تربيع، يعني عايز يحل معادلة س تربيع ناقص ستة س زائد تسعة بتساوي صفر. طبعا لازم المعادلة تكون صفرية عشان خاطر نعرف نطلع المعاملات، اللي هي الألف بتساوي واحد والب بتساوي سالب ستة والجيم بتساوي تسعة. فهندخل برضو جوه القانون العام بالمعاملات. فالسين واحد واتنين بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر الب تربيع ناقص الأربعة ألف جيم على اتنين ألف. فكده الحل الأول والتاني هيساوي، المفروض إن الب أصلا بسالب ستة، وإحنا عندنا في القانون العام في سالب أصلا، يبقى سالب السالب ستة، عشان السالب ثابت في القانون العام، والب أصلا قيمتها بكام؟ بسالب ستة. بعد كده موجب أو سالب جذر الب تربيع، يعني السالب ستة، سالب ستة تربيع. بعد كده ناقص الأربعة ألف، يعني في واحد في الجيم بكام؟ بتسعة، كل ده تحت الجذر طبعا، تمام، على الاتنين في واحد. فكده الحل الأول والتاني بيساوي سالب ستة في سالب، يعني سالب في سالب ايه؟ بموجب، يبقى ستة موجب أو
سالب جذر سالب 6 تربيع ب6 و30 ناقص 4 في 9 برضو بكام؟ ب36 على 2 في 1 بكام؟ ب2. ف36 ناقص 36 بكام؟ بصفر. جذر الصفر برضو كلها بكام؟ بصفر. فهيتبقى عندك إن الحل الأول بيساوي 6 زائد صفر على 2 يعني 6 على 2، والحل التاني بيساوي 6 ناقص صفر على 2 فهتطلع برضو 6 على 2. فكده الحل الأول بيساوي 3 والحل التاني بيساوي برضو 3. فكده مجموعة الحل بتساوي المجموعة 3. ومش هينفع نكتب 3 و3 لأن المجموعة ما ينفعش فيها تكرار أصلا. حلو. فمجموعة الحل هتبقى 3. فكده الحل بتاعنا هيبقى رقم ب. رقم ب في الاخطر. تمام. لما ندخل على السؤال الثالث بيقول لك مجموعة حل المعادلة هنا مجموعة حل المعادلة س ده رقم 3. تمام. مجموعة حل المعادلة س تربيع ناقص س بتساوي 0. وبرضه عايز الحل في ايه؟ في ح. فاحنا برضه هنروح نستخدم القانون العام. فاحنا الألف اللي هو المعامل بتاع السين تربيع ب1 والب اللي هو المعامل بتاع السين بسالب 1 والجيم اللي هو الحد المطلق مش موجود أصلا فهيساوي 0. فكده القانون العام س 1 و2 يعني الحل الأول والتاني عبارة عن سالب ب موجب أو سالب جذر الب تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 ألف. فكده الحل الأول والتاني بيساوي المفروض إن الب عندنا بسالب 1 والقانون العام أصلا فيه سالب فيبقى سالب 1 موجب أو سالب جذر الب تربيع يعني السالب 1 تربيع بكام؟ السالب 1 تربيع المفروض إنها ب1 بس برضه هكتبها لك ناقص 4 في الألف بكام؟ ب1 في الجيم بكام؟ ب0 لأن دي المفروض إنها جيم على 2 في 1. فسالب 4 في 1 في 0 فكل البارت ده هيبقى ب0 فيبقى عندك سالب 1 أو خلينا نجيبها لك من هنا الأول. فكده الحلين الحل الأول والتاني بيساوي سالب 1 في سالب في سالب بموجب هتبقى 1 موجب أو سالب جذر السالب 1 تربيع بكام؟ ب1 ناقص 0 فكل البارت ده كله كده هيدينا 0 هيتبقى جذر الواحد على كام؟ على 2. فيبقى الحل الأول هو س 1 بيساوي 1 زائد جذر الواحد ب1 على 2 فهيدينا 2 على 2 اللي هي كام؟ فيها الواحد. والحل التاني بيساوي 1 ناقص جذر 1 يعني 1 ناقص 1 على 2. 1 ناقص 1 بكام؟ ب0. 0 على 2 برضو بكام؟ ب0. فكده الحلين اللي عندك يعني مجموعة الحل بتساوي المجموعة 0 و1 فيبقى الحل عندك هو رقم ج. رقم 4 اختر. بيقول عايز مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد 3 س بتساوي 0 بس المرة دي في ح ستار. المفروض برضو ان الح ستار دي معلومة قديمة انت عارفها. الح ستار دي بتساوي مجموعة الأعداد الحقيقية كلها ما عدا الكام؟ ما عدا الصفر. يعني هي عبارة عن الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والسالب 1 وكل الكلام دوت والنص وكل الأرقام ما عدا الصفر نفسه. فبالتالي احنا لو طلعنا الصفر كمجموعة حل هنكنسله لأن احنا عايزين الحل بتاعنا يكون في مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر اللي هي الح ستار يعني الح نجمة. حلو. فهنروح برضو نحل عادي جدا ونستنى النتيجة اللي هتطلع لنا. فأول حاجة عندنا هنروح نستخدم القانون العام برضو فيبقى عندنا س 1 و2 بتساوي خلينا نكتبه بس بالأسود. بتساوي ايه بقى؟ بتساوي برضو سالب ب موجب أو سالب جذر الب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. يبقى عندك كده الحل الأول والتاني بيساوي السالب ب عشان تعرف برضو المعاملات الألف بتساوي 1 والب بتساوي 3 والجيم بتساوي 0. فبالتالي هنا هيبقى عندك سالب والب نفسها ب3 فيبقى سالب 3 موجب أو سالب جذر
الب تربيع يعني 3 تربيع، هعملها على طول بقى. 3 اهي، الب 3 تربيع بكام؟ ب9 ناقص 4 في 1 في 0 اللي هو قيمة الجيم يعني، على 2 في كام؟ في 1. فهيطلع عندك إن الحل الأول والتاني، الحل الأول والتاني س1 و2 بتساوي -3 موجب أو سالب جذر 9 ناقص 0. فجذر كام؟ جذر 9 على كام؟ على 2. يعني هنا كده هيطلع إن الحل الأول بيساوي -3 زائد جذر 9 ب3 على 2. فسالب 3 زائد 3 ب0 على الاتنين. فالحل الأولاني هيطلع كده بكام؟ ب0 على الاتنين اللي هي بكام؟ بصفر. 0 على الاتنين اللي هي بكام؟ بصفر. فدي الحل الأولاني. طب والحل التاني بيساوي -3 ناقص جذر 9 اللي هي برضو دي كلها كده المفروض انها ب3. فيبقى -3 ناقص 3 بكام؟ بسالب 6 على الاتنين. -6 على الاتنين تطلع بسالب 3. يبقى الحل من هنا عبارة عن -3. فكده نطلع لك حلين، صفر وكام؟ وسالب 3. بس الفكرة ان احنا بنحل في مجموعة الأعداد الحقيقية ح ستار. فكده مجموعة الحل بالنسبة لنا هنكنسل منها الصفر عشان الصفر مش موجودة أصلا في الح ستار. فيبقى كده مجموعة الحل بتساوي المجموعة كام بس؟ مجموعة -3. فيبقى الإجابة عندك هي رقم د. حلو. بعد كده نخش على السؤال الخامس رقم 5. بيقول عدد حلول، هو عايز عدد حلول المعادلة س تربيع زائد 9 بتساوي 0 في ح جوه الأعداد الإيه؟ الحقيقية. فاحنا برضو هنروح نحل عشان نعرف عدد الحلول اللي هتطلع لنا. فيبقى مثلا انت عارف ان الحل الأول والتاني من القانون العام، يعني بإن احنا بنحل معادلة تربيعية س تربيع اهي. فيبقى السالب ب موجب أو سالب جذر الب تربيع ناقص ال4 أ ج على ال2 أ. فأنت عندك برضو الألف المفروض إن هو 1، والب المفروض إن هو مفيش، بما إن مفيش س فمفيش حد مرتبط بس، فمفيش معامل للسين يعني قيمته بتساوي 0. في الرياضة عندنا لازم نقول ان في بيساوي 0، مفيش حاجه اسمها مفيش. والجيم بتساوي كام كده؟ بتساوي 9. فهنروح نعوض في القانون العام بالمعاملات اللي احنا طلعناها. فيبقى كده -0 تمام. فبصفر يعني هنا يبقى في 0 موجب او سالب جذر الب تربيع بصفر تربيع بصفر برضو ناقص 4 في الألف بكام؟ ب1 في الجيم بكام؟ ب9 على 2 في 1. بما ان احنا بنحل في ح، ودلوقتي طلع عندك ان الحل الاول والتاني بيساوي ايه بقى؟ موجب او سالب جذر -36. بما ان مفيش جذر العدد بالسالب، احنا اصلا بنحل في مجموعة الاعداد الحقيقية، فبالتالي على 2. فبالتالي مجموعة الحل هنا من غير ما تكمل يعني هتساوي فاي. يا تكتبها كده يا تكتبها مجموعة فاضية كده. فعدد الحلول بقى يعني نفسها، يعني عدد الحلول كده بيساوي كام؟ عدد الحلول بيساوي 0. مفيش اصلا، ما طلعلكش ولا حل في المجموعة الحقيقية ح يعني. فبالتالي الحل هيبقى في رقم 5 هيبقى رقم د اللي هو كام؟ 0. تمام. بعد كده هنمسح دول برضو ونشيل دي دلوقتي مش ليها اصلا في اللازمة، ونكمل عادي جدا. رقم 6 بيقول لك الشرط رقم 6 عايز الشرط الذي يجعل المعادلة أ س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي 0. احنا قلنا اللي يحافظ على ان المعادلة دي تفضل تربيعية ان الألف دوت يكون ليه قيمة، أي قيمة بس ما كنتش بتساوي 0. لأنها لو ساوت 0 فهتنضرب في الس تربيع، هتتحول معاك المعادلة معادلة من الدرجة التانية لمعادلة من الدرجة الأولى، أو لو كمان الب س دي ب0 هتبقى معادلة من الدرجة الإيه؟ معادلة ثابتة يعني. فده معناه إن الشرط الوحيد إن الألف
إن الألف بتاعتنا ما تساويش صفر، إن الألف لا تساوي صفر، وده الشرط الوحيد على فكرة. فبالتالي الحل بتاعنا هيبقى هو رقم إيه؟ رقم ج. رقم ج اللي هو في ألف لا تساوي صفر. تمام. بعد كده نخش على رقم 7. فرقم 7 الراجل بيقول في مسألة رقم 7: إذا كان أحد جذري المعادلة، يعني بدأ يقول لك بقى إن إيه، في معادلة أهي س تربيع ناقص 16 بتساوي صفر. إحنا قلنا المعادلة التربيعية المفروض بتطلع جذرين. بيقول لك في أحد جذورها، يعني واحد منهم بيساوي كام؟ 4. أحد جذورها بيساوي كام؟ 4. فإن الجذر الآخر هو كام؟ أنا ماليش دعوة، أنا هروح أحل بالقانون العام عادي جدا. 1 و2 بيساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 أ ج على الاتنين برضو ألف. فالألف بتاعتنا بكام؟ ب1، والب بتساوي صفر، مفيش ب أصلا، والجيم بتساوي سالب 16. وبعد كده أروح أعوض في القانون العام عادي جدا. يبقى عندك هنا الحل الأول والتاني بيساوي سالب ب، يعني سالب صفر، فمش هنكتبه بقى خلاص. بعد كده موجب أو سالب جذر الب تربيع يعني صفر ناقص بعد الب تربيع في ناقص طبعا القانون العام، وعندك اهي القانون العام بكل وضوح اهو. سالب 4 في الألف ب1 في الجيم بكام؟ بسالب 16 على 2 في كام؟ في 1. تبقى كده الحل الأول والتاني هيساوي موجب أو سالب في سالب بموجب، يبقى كده جذر 4 في 16 على الآلة الحاسبة دي هنعمل 4 في 16 على السريع. 4 في 16 4 في 16 تطلع ب64 على الاتنين في 1 بكام؟ ب2. فيبقى كده الحل الأول هيساوي، تمام، والحل التاني هيساوي. الحل الأول هو الجذر الأول يعني، والحل التاني اللي هو الجذر التاني. فكده ده هيبقى عبارة عن موجب جذر 64 ب8 على الاتنين، فهيبقى كده فيها كام؟ فيها ال4. وهنا يبقى سالب جذر 64 سالب جذر 64 بسالب 8 على الاتنين، فيبقى عبارة عن سالب 4. فهو قال لك في أول مسألة إن أحد جذورها بكام؟ ب4، يعني هو اداك ده، يبقى الجذر التاني هيبقى كام؟ سالب 4. يبقى أكيد مش محتاجة يعني. رقم 7 يبقى إذا كان أحد جذر المعادلة دي فهو كذا، فإن الجذر الآخر هيكون سالب 4، يعني الإجابة هتبقى رقم أ اللي هي سالب 4. بعد كده هنخش على رقم 8. الراجل بيقول في رقم 8 في الاختر بيقول إذا كان س بتساوي 3، هي جذر المعادلة، يعني س بتساوي 3 دي هو أحد حلول المعادلة اللي هي س تربيع زائد م س بتساوي 3. فإن الميم يا ترى بتساوي كام؟ الموضوع بسيط جدا. مش انت عندك ده احد حلول المعادلة؟ طالما احد حلول المعادلة يعني انت لو عوضت عن كل س في المعادلة ب3 هتعرف الميم بكام، هتعرف المتغير اللي عندك بكام. فاحنا هنروح نعوض. احنا مش محتاجين ان احنا نحل المعادلة لان احنا مش هنعرف نحلها اصلا لان احنا عندنا مجهول. يستحسن برضو ان احنا نظبطها. س تربيع زائد م س ناقص 3 بتساوي 0، عشان بس ايه نبقى مثبتين حاجة دايما يعني. هنا هيبقى عندنا هنعوض عن كل س ب3، هيبقى عندك هنا 3 تربيع زائد الميم في 3 حلو ناقص 3 بتساوي كام؟ بتساوي 0. 3 تربيع بكام؟ ب9 زائد 3 في م ب3 م ناقص 3 بتساوي كام؟ بتساوي 0. 9 ناقص 3 بيدينا 6، بعد كده 3 م زائد 6 بتساوي 0. من هنا كده يبقى 3 م بتساوي سالب 6. هنقسم على 3 عشان احنا عايزين الميم الواحدة، فيبقى عندنا كده دي كده هتقسم على 3 فهتبقى م، لأن 3 على 3 فيها الواحد، وسالب 6 على 3 فيها السالب 2، فالميم هتساوي كام؟
سالب 2 يبقى مجموعة الحل، مش مجموعة الحل، يبقى الحل يعني الحل بتاع المسألة رقم 8 هيبقى رقم ب، اللي هو بيساوي رقم ب اللي هو عبارة عن سالب كام؟ سالب 2. سالب 2. بعد كده مسألة رقم 9 بيقول إذا كان رقم 9 اهي، بيقول إذا كان س بتساوي سالب 1 أحد جذور المعادلة، برضو نفس القصة بالظبط. دي كده س بتساوي 1، دول مالها يا باشا؟ دي يعني لأ، فكك بقى من الحركة دي. عايزين قلم. يبقى هنا كده س بتساوي سالب 1 أحد جذور المعادلة س تربيع زائد كاف س ناقص 6 بتساوي 2 كاف زائد كام؟ زائد 4. فإن يا ترى الكاف بتساوي كام؟ هو نفس السؤال اللي فات بالظبط يعني، بس مغير لك بس ايه تركايه بسيطة كده. كل اللي هنعمله برضو بما ان الس بتساوي سالب 1 دوت هو حل من حلول المعادلة او احد جذور المعادلة، فهنعوض فيها على طول من غير ما نحول يعني. خلاص احنا فهمنا الدنيا دي. سالب 1 تربيع زائد كاف في سالب 1 اللي هتبقى بسالب كاف يعني ناقص 6 بتساوي 2 في سالب 2 في كاف سوري، اللي هي 2 كاف زي ما هي يعني، هتبقى 2 كاف دي زي ما هي زائد ال4. هنا يبقى عندك سالب 1 تربيع بكام؟ ب1 سالب كاف ناقص كاف يعني ناقص 6 بتساوي 2 كاف زائد 4. هنا في سالب كاف وهنا في 2 كاف، فيستحسن ان احنا نودي السالب كاف للاتنين كاف، فيبقى هنا عندك 3 كاف وادي علامة اليساوي تحت اليساوي، وهنا 1 ناقص 6 هيبقى سالب 5، وهنا في زائد 4. هنودي الموجب 4 دي الناحية التانية، هيبقى عندك هنا سالب 5 ناقص 4 بتساوي 3 كاف، فهنا سالب 9 بتساوي 3 كاف. مفيش مانع لو انت بدلتهم يعني، قلت ان السالب كاف بتساوي سالب 9 عشان خاطر المجهول بتاعك يبقى على اليمين، ودي حاجة انا بفضلها بصراحة. فهنا هنقسم على 3 يبقى الكاف بتساوي سالب 9 على 3 بتساوي سالب 3. فالحل هيبقى هو الحل. ربنا يهدي الكمبيوتر بتاعي يا جماعة. الحل ان الكاف بتساوي سالب 3، يعني الحل هيبقى رقم ب اللي هو كام؟ سالب 3. بعد كده المسألة رقم 10 بتقول رقم 10 إذا كان س بتساوي 4 أحد جذري المعادلة، برضو وديك المعادلة التربيعية س تربيع زائد م س بتساوي 4، فإن مديك شوية ايه؟ شوية اختيارات. يا ترى رقم ألف، هو قايل لك هو رقم ألف، يا ترى الميم دي بعد ما تطلعها هتساوي سالب 3، ولا رقم ب يا ترى مثلا الميم دي هتطلع عدد زوجي، ولا رقم مثلا جيم، ولا 1 ناقص الميم هيبقى عبارة عن مربع كامل، ولا رقم ألف ورقم جيم هيبقوا صحيحين. يعني ايه؟ يعني هنا بيقول لك يعني رقم د دي بيقول لك هو ممكن ميم تطلع بسالب 3 وكمان 1 ناقص ميم يطلع مربع كامل. هفهمك يعني ايه مربع كامل. يعني اولا انت لما تضرب مثلا 1 في 1 بيساوي 1، 2 في 2 بيساوي 4، 5 في 5 بيساوي مثلا 25. الاعداد دي تعتبر مربعات كامله. ليه بقى؟ لان احنا بنفترض انا بفهمك بس يعني ايه قصه مربع كامل. بنفترض ان احنا عندنا كده مربع، فطول الضلع هنا 1 وطول الضلع ده هيبقى 1، فواحد في 1 بيدينا مساحة 1 اللي هو الرقم ده، عشان الرقم ده كده يعتبر مربع كامل في المساحة. و2 في 2 برضو نفس القصة، لو انت عندك مربع طول الضلع الواحد فيه 2، ف2 في 2 هيديك مساحة كام؟ 4 جواه، فده يعتبر مربع، فده برضو عدد مربع. ال25 برضو تعتبر مساحة نتجت من انت عندك مربع 5 في 5،
فخمسة في خمسة بكام؟ ب25، فده برضو يعتبر مربع كامل. فاحنا محتاجين نروح نشوف اصلا الميم هتطلع بكام. عشان نشوف الميم هتطلع بكام برضو بنفس الطريقة بتاعت المثالين اللي فاتوا، هنعوض في الايه؟ في المعادلة، بما ان احنا معانا احد جذور المعادلة اللي هو س بتساوي كام؟ س بتساوي 4. يبقى انت عندك 4، انا بعوض هنا، بعوض هنا، بعوض هنا، 4 تربيع زائد م في 4، م في 4 بعد كده بتساوي كام؟ بتساوي 4. 4 في م ب4 ايه؟ ب4 م. وهنا ال4 تربيع بكام؟ ب16 بتساوي 4. يبقى هنا ال4 م بتساوي ال4 دي ناقص ال16، فكده ال4 م هتساوي سالب 12. هنقسم على ال4، فالميم هتطلع بسالب كام؟ سالب 3. عشان كده فعلا الإجابة رقم 1 صح. وانت لو رحت لميم عدد زوجي، أكيد ميم بتساوي سالب 3 ده مستحيل يكون عدد زوجي طبعا. لكن الواحد ناقص قيمة الميم، أنا بجرب على دي، أنا بجرب رقم ج، قيمة الميم بكام؟ بسالب إيه؟ سالب 3. فواحد ناقص 3 بواحد زائد 3، فيبقى بكام؟ ب4. ففعلا الواحد ناقص الميم قيمته ب4، فيديك فعلا مربع كامل. فبالتالي الإجابة رقم أ صح، اللي هي م بسالب 3 صح، والجيم كمان صح. فاحنا هنختار الاختيار رقم د اللي بيقول لك إن رقم أ ورقم ج مع بعض هما الإجابة. فبالتالي الحل هيبقى عبارة عن رقم د اللي هو أ وج صحيحين. تمام؟ خد بالك برضو من نوع الأسئلة ده لأنه مش مألوف بالنسبة لك قوي يعني. نخش مثلا على رقم كام مثلا؟ رقم 11. رقم 11 بيقول، رقم 11 في الاختر يقول لك الجذر المشترك للمعادلتين التربيعيتين او الجذر المشترك. يعني مديك معادلتين، هو الراجل في معادلة اهي ومعادلة اهي. معادلة بتقول لك ان س تربيع ناقص 3 س زائد 2 بتساوي 0، وهنا الاتنين س تربيع ناقص 5 س زائد الاتنين بتساوي كام؟ بتساوي 0. هنا المفروض انك تكون فاهم انك من المعادلة التربيعية دي المفروض انك تطلع جذرين حتى لو كانوا شبه بعض، مش فارقة، حقيقيين يعني. والمعادلة دي برضه هطلع لك جذرين. فلو في مثلا هنا رقم مشترك زيه زي اللي هنا يبقى هو ده الحل. لو هنا مثلا يعني 2 و5 وهنا 2 و7 فالحل هيبقى 2. فاحنا هنمسك المعادلة دي لوحدها اللي هي س تربيع ناقص 3 س زائد 2 بتساوي 0 لوحدها، هنروح ايه؟ نحلها لوحدها. ونمسك برضو المعادلة دي اللي هي 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 2 بتساوي 0 ونروح نحلها لوحدها. هنا الألف بكام في المعادلة دي؟ ب1، والب بكام؟ بسالب 3، والجيم بكام؟ ب2. هنا الألف ب2 والجيم والب سوري والب هتبقى بسالب 5 والجيم هتبقى بكام؟ ب2. فكل اللي احنا هنعمله ان احنا نروح نعوض في القانون العام في المعادلتين اللي عندنا عشان نطلع الجذور ونشوف القصة هتنتهي بإيه. فمثلا دي هيبقى هقعد بالقانون العام على طول، مش هنكتبه بقى عشان احنا كتبناه كتير يعني، هو موجود برضو تحت عندك اهو. فس 1 و2 بتساوي السالب ب، يعني السالب سالب 3 فهتدينا 3 موجب أو سالب جذر. الب تربيع يعني السالب 3 تربيع ب9 ناقص 4 في 1 في 4 في 2 يعني 4 في 1 في 2 على 2 ايه في 1. فدي هتدينا 3 موجب أو سالب. 2 في 4 ب8، 9 ناقص 8 بكام؟ ب1، يبقى جذر الواحد ب1، ف3 موجب أو سالب 1 على 2. فمن هنا الحل الأول هيساوي 3 زائد 1 اللي هي 4 على الايه؟ 2، فتطلع بكام؟ ب2. والحل التاني هتطلع عبارة عن 3 ناقص 1 بكام؟ ب2 على 2، فهتطلع بكام؟ ب1. يعني كده الحلين من المعادلة على اليمين 2 وكام؟ 2 و1. نروح برضو نفس القصة هنا، نروح نشوف الحلين هنا س 1 و2 برضو مش هكتب القانون العام، هنحل على طول. السالب ب بكام؟ السالب ب يعني ب5 لأن الب أصلا بسالب، فسالب في سالب بموجب 5. بعد كده موجب أو سالب جذر الب تربيع ب25 لأن سالب 5 تربيع ب25. بعد كده ناقص 4 في أ ب2 أهي في ج برضو بكام؟ ب2 على كام؟ على 2
في ألف اللي هي بكام؟ ب2. فهنا هيطلع لك إن الحلين عبارة عن 5 موجب أو سالب جذر 25 ناقص 2 في 4 ب8 و2 في 8 ب16. 25 ناقص 16 هتدينا 9 على 2 في 2 بكام؟ ب4. فيبقى من هنا كده الحل الأول بيساوي 5 زائد جذر 9 اللي هي 3، يعني 5 زائد 3 على 4. والحل التاني هيبقى عبارة عن 5 ناقص 3 على 4. فيبقى الحل الأول عبارة عن 8 على 4 فيها ال2، والحل التاني هيبقى عبارة عن 5 ناقص 3 فيها ال2 على 4 فيها كام؟ يعني ده كده هتدي لك نص، والحل دوت هيدي لك كام؟ 2. خلاص يعني هي 8 على 4 فيها ال2. فمين الجذر المشترك بقى؟ يعني هنا طلع جذرين اللي هما مين ومين؟ ال2 وال1، وهنا طلع جذرين اللي هما ال2 وايه ونص. مين الجذر المشترك؟ اكيد الجذر المشترك هو كام؟ هو ال2. عشان كده المفروض ان الحل او الجذر المشترك هو ال2، فيعني الاجابه تبقى س بتساوي 2 رقم ألف. رقم 12 بيقول في السؤال رقم 12: إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع زائد ب س زائد ج و س بتساوي 2، أحد جذري المعادلة دالة س بتساوي 0، فإن دالة الاتنين بتساوي كام؟ بص، طالما هو قالك إن السين بتساوي 2 أحد جذري المعادلة، لأن أصلا هو بدالك إن هي دالة، فإحنا عشان نحول الدالة المعادلة فهنقول إن السين تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي 0. بيقولك أحد حلولها أو أحد جذورها هو كام؟ هو السين بتساوي 2. فبالتالي طالما ده أحد حلولها، يعني ده اللي بيخلي قيمة المعادلة التربيعية كلها يساوي 0. فأنت لو حطيت مكان كل س 2، المفروض إن يطلع لك كام؟ يطلع لك 0، لأن أنت على الشبكة التربيعية، يعني ده معناه إن في حل من الحلول بتاعتك هيبقى عبارة عن 2، يعني في 2، يعني ايا كانت بقى الرسمه، واحنا كده كده اصلا مش معانا البيانات كامله يعني. فاحنا عند الاتنين هنا قيمه الداله هتبقى بكام؟ هتبقى ب0. فبالتالي داله الاتنين هتساوي 0 بما ان السين بتساوي 2 احد حلول المعادله. فيبقى انت عندك كده الاجابه بتاعتك هتبقى رقم د. الاجابه بتاعتك هتبقى رقم د. فين القلم؟ الاجابه بتاعتك هتبقى رقم د اللي هي كام؟ 0. واحنا طبعا كنا بنحل في المسألة رقم 12. بعد كده ندخل على المسألة رقم 13. بيقول ايه بقى في المسألة رقم 13؟ بيقول لك إذا كان الصاد ناقص 4 كل تربيع بتساوي 36، والصاد رقم أقل من الصفر، يعني ممكن يبقى -1 -نص -2 -3. فإن خلي بالك بقى عشان خاطر دي الخباثة بتاعته بقى، فإن الصاد زائد 4 بتساوي كام؟ يعني أنت روح هات الصاد وبعد كده اجمع لي عليها 4. فأنا عشان أحل المعادلة التربيعية دي، هنا عندي صاد ناقص، أنا عايز أحلها برضو بالقانون العام، يعني أنا مصمم إن أنا أحل كل حاجة بالقانون العام. فيبقى عندي هنا إيه؟ عشان أطلع المعاملات مش هعرف أطلعها في الصورة دي لأن دي صورة مش عامة. فأول حاجة أعملها هقول إيه؟ هقول إن الصاد ناقص 4 هتنضرب في الصاد ناقص 4 بما إن هي تربيع، يعني بما إن هي تربيع بتساوي كام؟ 36. فصاد في صاد بصاد تربيع. طب صاد في -4 ب-4 صاد. طب -4 في صاد ب-4 صاد. طب سالب في سالب بموجب. و4 في 4 بكام؟ ب16 بتساوي كام؟ 36. واحد تاني يقول لي يا مستر بص انا دي هاخدها الاول تربيع التاني تربيع الاول في التاني في 2 براحتك. كل ده كلام فاضي لو انت فاهم اصلا رياضيات صح. -8 صاد لان -4 صاد و-4 صاد زائد 16 بتساوي كام؟ 36.
و30. فانت كده عندك ص تربيع ناقص 8 ص زائد 36 زائد 16 بتساوي 36. فاول حاجه هنعملها هندخل ال 36 دي هنا عشان خاطر المعادله التربيعيه تكون معادله صفريه. يبقى عندك ص تربيع ناقص 8 ص زائد 16 ناقص 36، فهتدي لك ناقص كام؟ ناقص 20 بتساوي كام؟ بتساوي صفر. اصبحت دي معادله من الدرجه الثانيه بس في المتغير اسمه ايه؟ اسمه ص، مش هتفرق. فبالنسبه لي القانون العام بدل ما هو س الاول والثاني هيبقى ص الاول والثاني، بما ان انا بحل معادله في متغير ص. او انت عايز تفرض ان ص بتساوي س وتحل براحتك مش فارقه. فالمفروض ان احنا عشان نحل بالقانون العام محتاجين نعرف المعاملات بتاعت معامل س تربيع اللي هي اسمها هنا ص تربيع بكام؟ بواحد، والب بكام؟ بسالب 8 اللي هو معامل الصاد، والجيم اللي هو الحد المطلق بيساوي كام؟ سالب 20. فيبقى انت عندك هنا ان الصاد 1 و2 بتساوي سالب ب موجب او سالب برضو جذر الب تربيع ناقص الاربعة الف ج على الاتنين ايه؟ 2 الف. فانا هنا هروح اعوض تعويض مباشر، انا معايا المعاملات بتاعتي خلاص. يبقى هنا سالب ب يعني سالب 8 يعني هتديني 8 موجب او سالب جذر الب تربيع بسالب 8 تربيع اللي هي بكام؟ باربعة وايه؟ و60 ناقص 4 في الالف بكام؟ بواحد في الجيم بكام؟ بسالب 20 على الاتنين في واحد. فكده هيبقى عندك 8 موجب او سالب جذر 4 سالب في سالب بايه؟ بموجب. حلو. وهنا كام؟ 64. 4 في 4 2 في 4 ب8 يبقى دي كده كام؟ 80. 80 زائد 64 هتساوي كام؟ 80 زائد 64 انا جوه الجذر بس بعالج المشكله اللي جوه الجذر دي ب 144. حلو. على كام؟ على الاتنين. فدي كده هتساوي ايه يا عم مش قادر تكتب ارقام 8 موجب او سالب. فهنا جذر الكام؟ ال 144 على الاتنين. جذر ال 144 بكام؟ ب 12. فاحنا كده عندنا الصاد الاولى هتساوي 8 زائد 12 على 2، وصاد التانية بتساوي 8 ناقص 12 على الاتنين. فمن هنا كده 8 زائد 12 ب20 على الاتنين فيها كام؟ فيها ال10. وصاد 2 بتساوي كام؟ 8 ناقص 2 8 ناقص 12 سوري بسالب 4 على الاتنين فيها كام؟ فيها السالب 2. فالحل الأولاني يطلع لك إن الصاد ب10، والحل التاني يطلع لك إن الصاد بكام؟ بسالب 2. هو قال لك إن الصاد أصغر من صفر، فواضح إن أنا هكنسل دي علشان الشرط اللي هو قايله لي من البداية. حلو. فكده أنا هاخد إن الصاد بكام؟ بسالب 2. هو بقى مش عايز إن الصاد بتساوي كام؟ سالب 2. هو عايز إن الصاد زائد الأربعة بتساوي كام؟ زائد الأربعة بتساوي كام؟ فالصاد بسالب 2، سالب 2 زائد الأربعة بتساوي 2. فيبقى كده الحل عندك 2. يعني كده الحل هو 2 اللي هو احنا في رقم كام؟ 13. يعني الحل هيبقى رقم ب بكام؟ ب2. مسألة لطيفة بصراحة يعني. رقم 14 بتقول إذا كان منحنى الدالة التربيعية د يقطع محور السينات في النقطتين. يعني عندك في منحنى الدالة التربيعية، في دالة التربيعية. حلو. والمنحنى بتاعها بيقطع محور السينات في النقطتين 2 و0 وسالب 3 و0. فإن مجموعة حل المعادلتين يعني مسألة عبيطة قوي. أكيد مجموعة الحل هتبقى عبارة عن 2 وكام؟ وسالب 3. بس أنا هقول لك برضو إن مجموعة الحل ليه هتطلع سالب 3؟ عشان خاطر المفروض إن أنت لو أنت عندك معادلة تربيعية أيا كانت، حلو، أيا كانت، وعندك مثلا قال لك هي إن الدالة بتقطع كام؟ في 2 و0 يعني هذه النقطة دي، وكمان في السالب 3 وإيه؟ في السالب 3 و0. يعني الوضع زي ما أنت شايف كده 2 و0 وكام؟ وسالب 3 و0. يعني هنا كده دول النقطتين اللي هما يعني تحديدا هتبقى ايه؟ بالاحمر اهو. دي نقطة اهي. حلو. ودي نقطة اهي عند الاتنين وكام؟ 2 و0 لان دي النقطة هي كام؟ 2 و0. ودي النقطة اللي هي كام؟ سالب 3 وايه؟ و0.
فهنا انا قلت قبل كده مليون مرة يعني في الشرح، انت هتراجع الشرح، ان مجموعة الحل هي عبارة عن تقاطع محور السينات مع المنحنى اللي عندك. فالمنحنى دوت قطع محور السينات في ايه؟ قطعه في النقطة دي والنقطة دي. فالنقطة دي احداث السين بتاعها بكام؟ باتنين. والنقطة دي احداث السين بتاعها بكام؟ بسالب تلاتة. فكده المفروض ان مجموعة الحل بتساوي المجموعة اتنين او سالب تلاتة واتنين، مجموعة مش زوج مرتب، لان يعني الاجابة هتبقى رقم ج، لان انا واخد بالي انه عامل لك مثلا في رقم د ملخبطك، عامل لك مجموعة وجواها زوج مرتب. لا طبعا مستحيل، ان هو بيدور على مجموعة حل المعادلة، هي مش زوج مرتب، لان انت بتطلع قيمتين لسين، مش بتطلع قيمة لسين وقيمة لصاد عشان خاطر تحطهم في زوج مرتب، فاوعى تغلط الغلطة دي. فالاجابة اكيد رقم ج، اللي هي عبارة عن المجموعة سالب تلاتة واتنين. بعد كده رقم 15 بيقول لك اي من العبارات الاتية، هنشيل دي بقى ملهاش صنف اللازمة دلوقتي، ودي كمان برضه شكرا ميرسي جدا لكم. بيقول ايه في رقم 15؟ بيقول لك اي من العبارات الاتية او التالية يعني تكون صحيحة بالنسبة لمنحنى الدالة د حيث دالة س، حيث دالة س بتساوي س في ألف ناقص ايه؟ ناقص س. انا بصراحة هروح اظبطها شوية، ألف في س بألف س، وس في سالب س بسالب س تربيع، وكمان هظبطها اكتر يبقى سالب س تربيع زائد ألف س. حلو. المنحنى يقطع محور السينات عند النقطتين. هو بيقول لك ان المنحنى بيقطع محور السينات، المنحنى ده بيقطع محور السينات عند النقطتين صفر وصفر، وكمان ألف وكام؟ ألف وصفر. فالمفروض ان احنا لو حولنا الدالة اللي عندنا من دالة المعادلة صفرية، فيبقى عندنا ان السالب س تربيع زائد ألف س بتساوي كام؟ بتساوي صفر. فمن هنا المفروض ان الحلين بتوعي انا عارف ان هما كام؟ صفر، مجموعة الحل يعني صفر وكام؟ وألف. صفر وإيه؟ وألف. هو بيقول إيه؟ فإن المنحنى يقطع محور السينات. ده هو بيسأل سوري، ده دي الحاجات ديت في الاختيارات. رقم واحد، المنحنى يقطع محور السينات عند نقطتين صفر وصفر وألف وصفر. والله الموضوع دوت هنعرف نجاوب عليه لما نروح نجيب او نعوض مثلا ايه عن كل س بألف، عن كل س بكام؟ بصفر. لو طلعت لنا بصفر في الدالة، يعني هنا هنعوض عن كل س بصفر، لو طلعت لنا بصفر يبقى النقطة دي بتحقق. نعوض عن كل س بكام؟ بألف، لو طلعت لنا بصفر يبقى النقطة دي بتحقق. يبقى فعلا المنحنى هيكون بيقطع محور السينات عند النقطتين صفر وصفر وألف وصفر، بمعنى ان انا هنا هروح اجيب له دالة الصفر بتساوي سالب صفر. خلينا بس نجيب قلم تاني او لون تاني. سالب صفر تربيع بصفر زائد، انا بعوض هنا في الشكل البسيط ده يعني. بعد كده زائد ألف في صفر بإيه؟ بصفر. فبالتالي دالة الصفر بصفر، ففعلا المنحنى بيقطع محور السينات عند النقطة صفر وصفر، دي حاجة صح. طب مثلا نروح نجيب دالة الكام؟ دالة الألف عشان نتأكد من النقطة التانية اللي هو مديها لك. فدالة الألف بتساوي سالب ألف تربيع زائد ألف في ألف بألف إيه؟ تربيع، فسالب ألف تربيع زائد ألف تربيع بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يعني النقطة التانية عبارة عن ألف س يعني، وقيمة دالة الألف اللي هي الصاد اللي طلع وصفر. ففعلا رقم ألف دي أو رقم واحد اللي هو مديها لي دي صح، اللي هي المنحنى بيقطع محور السينات عند النقطتين مين ومين؟ صفر وصفر وإيه؟ وألف وصفر. طب رقم اتنين، رأس المنحنى هو، عايز تعرف نقطة رأس المنحنى؟ قلنا قبل كده إن نقطة رأس المنحنى عبارة عن نقطة رأس المنحنى عبارة عن الإحداث السيني بتاعها عبارة عن سالب ب على سالب ب على 2 ألف، والإحداث الصادي بتاعها عايز تجيبه هتروح تعوض بقى، تروح تجيب الدالة بتاعت سالب ب على 2 ألف. فاحنا هنروح نجيب السين الأول. فنخش جوه المعادلة دي،
تمام. المفروض من المعادلة دي انك تكون فاهم حاجة مهمة جدا، يعني ان هنا المعادلة دي فيها الألف بيساوي -1 اللي هو معامل السين، وفيها الب بيساوي معامل س تربيع، سوري الألف اللي هو معامل س تربيع اللي هو ب1، والب اللي هو معامل س اللي هو هنا اسمه ألف ماليش دعوة، والجيم بتساوي كام؟ بتساوي 0 لأن مفيش حد مطلق أصلا. دي كده المعاملات عشان بس ما ندخلش الدنيا في بعض. فهنا نقطة رأس المنحنى اللي هي سالب ب على 2 ألف بيساوي السالب ب، يعني السالب قيمة الب اللي هو المعامل س يعني بألف، فبالتالي هو سالب ألف على 2 في قيمة الألف بكام؟ بسالب 1. 2 في سالب 1 فتطلع عبارة عن سالب على سالب فيها الموجب، حلو، وتطلع ألف على إيه؟ ألف على 2. المفروض لو إحنا رحنا عوضنا عن الألف على 2، تمام، يعني نروح نجيب دالة، برضو نروح نجيب، يا ابني بقى مش تجنني عليك بقى، اديك قلم زي ما انت، نروح نجيب دالة الايه؟ الألف على 2، يعني ندخل جوه الدالة اللي هي دي ونعوض عن كل س بألف على 2، يبقى سالب ألف على 2 الكل تربيع زائد ألف في ألف على 2، فيطلع عندك ايه؟ السالب كده كده بره، الألف تربيع اهو على الاتنين تربيع بكام؟ ب4 زائد ألف تربيع على كام؟ على 2. فهنا دي 4 ودي 2، فاحنا عشان نوحد المقام مضطرين ان احنا نروح نضرب الكسر التاني ده في 2 على 2، فيطلع عندك ايه؟ سالب ألف تربيع على 4 زائد 2 ألف تربيع على 2 في 2 بكام؟ ب4. فاحنا كده وحدنا المقامات، فكده سالب ألف زائد 2 ألف بألف تربيع، وكده كده المقام متوحد على كام؟ على 4. فهتبقى كده نقطة رأس المنحنى فعلا عبارة عن، خلينا بس نشيل الحاجات اللي تحت دي ونبقى نرجعها تاني في مسألة تانية مش محتاجينها دلوقتي يعني. حلو. فيبقى عندك هنا إن نقطة رأس المنحنى كمان كده، نقطة رأس المنحنى نقطة رأس المنحنى بتساوي ألف على 2 اللي هي الإحداث السيني بتاعها، و ألف تربيع على 4. فكده رقم 1 اللي هو المنحنى بيقطع محور السند دي كانت صح، ورقم 2 اللي هي نقطة رأس المنحنى يعني بتساوي كذا. طب رقم 3 المفروض إن محور التماثل للمنحنى هو س بتساوي ألف على 2، لأن محور التماثل دايما عند قيمة س بتاعت نقطة رأس المنحنى، فالمفروض رقم 3 دي غلط. فالمفروض هو تحت بيخيرك بقى في الاختيارات، بيقولك رقم ألف هي 1 و2 فقط اللي صح، ولا 1 و3؟ احنا قلنا رقم 3 اللي هو بيقولك فيها إن محور التماثل، هي أصلا رقم 3 دي غلط، محور التماثل المنحنى عند السين بتساوي ألف، دي معلومة غلط. المفروض محور التماثل المنحنى عند السين بتساوي ألف على 2، بما إن نقطة رأس المنحنى عبارة عن ألف على 2 وألف تربيع على 4، فبالتالي رقم ألف دي هتبقى صح طبعا جدا. رقم ب هي 1 و3 فقط، ده غلط. رقم ج 2 و3 غلط. جميع ما سبق أكيد مستحيل جميع ما سبق، فالإجابة هتبقى رقم ألف. ودي مسألة تعتبر رخمة شوية أو عايزة حد فاهم شويتين يعني. تمام. بعد كده نخش على رقم 16. رقم 16 بيقول لك عندك قطعة أرض على شكل مستطيل، تمام؟ يعني واضح إن أنت عندك قطعة أرض أهو على شكل إيه؟ مستطيل. حلو. بعداه 6 وكام؟ و9، فأكيد ده كمان 6 وأكيد ده كمان 9، لأن هو قالك إن هو إيه؟ مستطيل. تمام؟ من الأمطار يراد مضاعفة مساحة هذه القطعة. طيب القطعة دي المفروض مساحتها كام؟ 6 في 9، المفروض ال6 في 10 ب60، وهتاخد 6 يبقى يطلع 4 وإيه؟ 54. المفروض 6 في 9 بكام؟ ب54. هو بيقول لك إيه بقى؟ يراد مضاعفة مساحة هذه القطعة، يعني عايز ال54 ديت عايز نضاعفها بحيث تكون
ضعف ال50 100 وضعف ال4 8 يبقى 100 وكام؟ 108. دي كده ايه وحدة ايه؟ مش وحدة مساحة لك من الأمتار، يبقى ايه متر ايه؟ تربيع، ودي متر ايه؟ تربيع. وذلك بزيادة كل بعد من بعدها بنفس المقدار. يعني المفروض ان احنا عايزين الموضوع يوصل لمرحلة اكبر شوية، مستطيل اكبر برضو، بس الستة دي يا ترى نزود عليها، وذلك زيادة كل بعد من بعدها بنفس المقدار. يعني عايزين نزود على الستة دي حاجة ونزود على التسعة دي نفس الحاجة، حلو، عشان يدينا ان المساحة كلها بتاعتنا تكون 100 وكام؟ 108. فإن المقدار المضاعف اللي هو السين دوت يبقى كام؟ بسيطة جدا. المفروض ان المساحة اصلا بتنتج من ضرب الطول في العرض في المستطيل يعني. فالمفروض ان الستة زائد السين لو انضربت في التسعة زائد سين تدينا 108 اللي هو ضعف المساحة القديمة اللي هي 54 يعني. فالستة في تسعة بكام؟ ب54، والستة في سين بستة سين، والسين في تسعة بتسعة سين، زائد سين في سين بسين تربيع بتساوي كام؟ 100 وإيه؟ 108. يبقى هنا عندك سين تربيع، بعد كده 6 و9 تبقى 15 سين، وهنا 108 ديت هتخش بالسالب فيبقى 54 ناقص 108 هتدينا -54 بتساوي كام؟ صفر. كده قلبت معاك معادلة من الدرجة التانية. عشان تحلها برضه هتروح تستخدم القانون العام. هي كده على الصورة العامة، فيبقى الألف بتساوي 1 والب برضه بتساوي 15 والجيم بتساوي -54، وتروح تعوض في القانون العام. هنا هكملها فوق بس كده بما ان الدنيا ضيقت علينا شوية. هنا مثلا س1 و2 بتساوي مفروض سالب ب موجب أو سالب جذر الب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. فالمفروض إن الحلين سالب ب يعني سالب 15 موجب أو سالب جذر الب تربيع بكام؟ ب15 تربيع ناقص 4 في 1 في سالب كام؟ 54 على 2 في 1. فكده الحل الأول والتاني هيساوي سالب 15 زي ما هي موجب أو سالب. عايزين نحسب مثلا يعني عايزين نقول 15 تربيع بكام؟ ب225. هنكتب هنا 225 ناقص، وعايزين نضرب برضو 4 في كام؟ عايزين نضرب برضو 4 سالب في سالب بموجب اللي هي -4 في 1 في -54 دي. عايزين نضرب 4 في 54 تطلع بكام؟ 4 في 54 ب216. يعني دي هتطلع لنا بكام؟ ب216، وهنا سالب في سالب بموجب. حلو. فاحنا كده عايزين على 2 في 1 بكام؟ ب2. فالحل الأول والتاني برضو مش هفصلها غير لما ابسطها خالص. يعني ادي السالب 15 وهنا موجب أو سالب جذر 216 هنجمع عليهم هنا هنجمع عليهم 225 تطلع 441. تمام. طب جذر 441 دي كده هتطلع كام؟ 441. القلم يا ابني ناولني لافقيني القلم. ده هيدينا جذر 441 اللي هو كام؟ كده الحلين هيبقى عبارة عن سالب 15 موجب أو سالب جذر 441 بواحد وإيه؟ و20 على كام؟ على 2. فكده س1 و2 هيساوي، أو س1 بقى يعني الحل الأول. الحل الأول نروح نمسح، مش مشكلة، مش بحب الاستيكة دي بس قشطة، حظها بقى كده. الحل الأولاني إن السين الأول يعني بيساوي سالب 15 زائد 21 على
2 والحل التاني سالب 15 ناقص 21 على ايه؟ على 2. هنا 21 ناقص 15 هيدينا 6 على الاتنين، فتبقى بتساوي كام؟ بتساوي 3. وهنا س 2 تبقى سالب 15 وسالب 15 دي هتبقى سالب 30، يبقى سالب 6 و30 على الاتنين تطلع سالب 30 على 2 15 و6 على 2 تطلع سالب 18. حلو. فكده الحل اما س بتساوي 2 واما س بتساوي كام؟ سالب 18. بس انت لو قريت المسألة تاني هو بيقول لك قطعة أرض على شكل مستطيل بعدها 6.9 من أمتار إيراد مضاعفة هذه المساحة وذلك بزيادة كل من بعضها. فأنت مستحيل تكون هتزود على بعدها سالب 18، دي حاجة مستحيلة يعني. فكده س بتساوي كام؟ بتساوي 2. فالجزء المضاف هيساوي كام؟ هيساوي سوري، بيساوي دي 3، بيساوي 3. 6 على الاتنين فيها التلاتة، فالسين اما السين بتساوي 3 واما السين بتساوي سالب 18. فكده السين بتساوي كام؟ بتساوي 3. يعني الحل رقم ألف اللي هو 3. ومسألة والله لطيفة يعني، بس برضه كل حاجة مش بتيجي بالساهل. أكيد كل حاجة محتاجة تقعد قعدة لطيفة كده معاها وتظبطها وبتاع لحد ما تفهم الموضوع من جميع النواحي. بعد كده هتلاقي الدنيا معاك لطيفة جدا. بعد كده رقم 17. رقم 17 الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د. حلو. طيب ادي الشكل المقابل، حاول اكبرها لكم شويه برضو لان تمام. وجايب لك المنحنى، والمنحنى جاي عند الواحد واتنين يعني هنا كده، وقاطع الايه الستة عند دي 6 كده، 6 وصفر. المهم يعني هو مش مفيد اوي الموضوع ان انا اظبطه 100%، بس اهو ادينا ظبطناه زي ما هو عامل يعني في الرسمة اللي عندي. بس هو طبعا عامل ايه 2 4 6 8 او ماشي في محور الصادات 2 4 6 8 مش هتفرق برضه. هو عايز ايه؟ بيقول لك مجموعة حل الدالة اللي قدامك دي، الدالة التربيعية، الرسمة التربيعية اللي قدامك دي مجموعة الحل في ح هتبقى كام؟ طالما اصلا المنحنى اهو، المنحنى نفسه بعيد اهو تمام، ما قطعش اصلا محور السينات، يعني محور السينات اهو والمنحنى نفسه بعيد عنه فوق. اكيد مجموعة الحل في الحالة دي، مجموعة الحل في الحالة دي مش محتاجة كلام يعني. مجموعة الحل هتساوي، طيب ان انت بتحل في فاي يعني في مجموعة في ح، مجموعة الحل عشان هو بيقول لك في ح، مجموعة الحل بتساوي كام؟ بتساوي فاي. بعد كده في رقم 18، رقم 18 رسمة برضو، فخلينا سايبين الشبكة الجميلة دي. رقم 18 بيقول في الشكل المقابل مجموعة الحل دالة س بتساوي 0 في ح برضو، يعني احنا برضو في ح، مازلنا في ح. هي ايه؟ وراسم لك بقى الراجل ايه؟ منحنى لطيف كده مثلا. سيبك من ده، كان معايا جاهزة تقريبا دي، كبرها شوية بس الدنيا تبان اكتر. مجموعة الحل هنا بتساوي ايه في ح؟ فمجموعة الحل هنا بما ان في تقاطع هنا اوريدي، مجموعة الحل هي المجموعة النقطة دي. النقطة دي عبارة عن كام؟ سالب 2. يبقى مجموعة الحل بتساوي المجموعة كام؟ سالب 2. يعني تبقى الإجابة رقم د. يعني انت يهيألك ان المسائل بتبقى صعبة، لان المسائل بصراحة بتلخص الدنيا خالص يعني. بعد كده السؤال رقم 19. رقم 19 في الشكل المقابل برضو مجموعة الحل دالة س بتساوي 0 في ح هي كام؟ وقايل لك الرسمة بتاعتك كام؟ دي تقريبا. حلو. كبرها برضو شوية كده عشان ايه الدنيا تكون واضحة لك اكتر يعني. مجموعة الحل هنا بتساوي ايه؟ قلنا الحل هو تقاطع محور السينات تمام مع مع الرسمة اللي عندك. فالرسمة اللي عندك اهي هو بالاورنج دي بالبرتقاني. حلو. فتقاطعت هنا تمام وتقاطعت ايه هنا. فالحل عندك كده يبقى عبارة عن المجموعة 1 وسالب كام؟ سالب 3. حابب انت بقى
تكتب ال-3 الأول وبعد كده الواحد، مش فارقة لأن دي مجموعة، فالحل هيبقى رقم أ. رقم 20 بيقولك هنا إن هنا عندك محور مثلا السينات، حلو، وهنا عندك محور الصادات، حلو، محور س اهو، محور صاد، والدالة دي رقم كام؟ رقم 20. بيقولك الشكل المقابل بيمثل دالة منحنى الدالة دالة س بتساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج. فالمنحنى راسم لك بقى الراجل ايه؟ راسم لك منحنى كده، حلو. انا فاهمك حاجه، كتاب مسمي لك دي واو طبعا. بص يا سيدي، وبقول لك اي من ما ياتي صحيح رقم أ. خلينا افهمك حاجه، انا قلت لك قبل كده ان أ ده لو كان موجب او لو كان سالب، يعني خلينا نكتبه هنا، أ ده لو كان موجب او لو كان سالب، لو كان موجب يبقى المنحنى لفوق، ولو كان سالب يبقى المنحنى لتحت. فهو قايل لك ايه بقى في الاختيارات اللي عندك؟ اكتبهم لك تحت عشان نعرف نشرح براحتنا. رقم أ بيقول لك أ اكبر من صفر و ج اكبر من صفر. رقم ب أ اكبر من صفر و ج اصغر من ايه؟ اصغر من صفر. رقم ب رقم ج سوري، أ أصغر من صفر و ج أكبر من صفر. رقم د أ أصغر من صفر و ج أصغر من إيه؟ من صفر. بما إن المنحنى بتاعك لتحت فده معناه إن الألف أكيد أصغر من صفر، فأكيد رقم أ دي هتبقى غلط لأن هنا أ أكبر من صفر أهي، وأكيد رقم ب دي غلط، دول طلعوا بره الحسبة أصلا. فأنت معاك حاجة من اتنين، يا إما الألف أصغر من صفر يا إما الألف أصغر من صفر. طب والجيم؟ الجيم لو انت عوضت عشان تعرف نقطة التقاطع مع محور الصادات يعني، فانت هتعوض هتشوف الجزء المقطوع محور الصادات. الجيم ده طالما بقيمة موجبة، حلو، يبقى اكيد الجيم ده اكبر من كام؟ اكبر من صفر. بما ان النقطة ديت، يعني النقطة ديت خليني افهمك حاجة برضو، النقطة دي عبارة عن صفر، تمام، محور السينات فيها بصفر وحاجة، حلو. فانت لو جيت تعوض هنا هتروح تعوض عن دالة الايه؟ الصفر، هطلع لك بكام؟ ب س أ في س تربيع، يعني أ في صفر تربيع بصفر زائد ب ايا كان ب وايا كان أ يعني بصفر برضو زائد ايه؟ زائد الجيم. فالجيم بتساوي ايه؟ بتساوي قيمة، وطالما القيمة ديت موجبة يعني هي مقطوعة في محور الصادات الموجب، يبقى اكيد قيمة الجيم ديت قيمة موجبة، فاكيد الاجابة رقم ج. ج دي هي الإجابة الصح، والمسألة دي بصراحة متكررة جوه في الدرس الأول أو التاني أو التالت حاجة كده يعني، هنقابلها تاني. دي رقم كام؟ رقم 20. رقم 21. رقم 21. حجم متوازي المستطيلات بيساوي 40، يعني هو بيقولك إن حجم متوازي المستطيلات بيساوي كام؟ 40 سنتيمتر ايه؟ مكعب. وعندك راسم لك الرسمة بتاعت متوازي المستطيلات بشكل سريع كده، وقال لك ان ده ب2 سنتي الارتفاع ده، وقال لك ان هنا ده عبارة عن س سنتي، وقال لك ان ده عبارة عن س زائد 1 سنتي، حلو. فإن السين بيساوي كام سنتي؟ الموضوع بسيط جدا برضو. هنا اول حاجة هتعملها انك تكون فاكر ان حجم متوازي المستطيلات عبارة عن مساحة القاعدة في الايه؟ في الارتفاع بتساوي كام بقى؟ الحجم ده قالك بيساوي كام؟ 40، ومش مهم الوحدة دلوقتي. مساحة القاعدة عبارة عن س مضروبة في س زائد ايه؟ 1 في الارتفاع بكام؟ ب2 بتساوي كام؟
بتساوي 40. أصبحت دي معادلة من الدرجة التانية أو هتبان لك أكتر. هنقسم على الاتنين عشان نبسط الدنيا أكتر، بما إن كلهم مضروبين في بعض في 2. يبقى عندك س في س زائد 1 بتساوي 40 على الاتنين فيها كام؟ فيها 20. س في س بس تربيع، س في 1 بإيه؟ بس بتساوي كام؟ بتساوي 20. يعني عندك كده س تربيع زائد س ناقص 20 بتساوي كام؟ بتساوي 0. هنا هنحلها برضو بالقانون العام، ان الألف بتساوي 1 والب بتساوي 1 والجيم بتساوي سالب كام؟ 20. القانون العام بيقول، أقول لك بس اللون، القانون العام بيقول إن الحل الأول والتاني المعادلة التربيعية، المعادلة بالدرجة التانية، عبارة عن سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 إيه؟ ألف. فكده الحل الأول والتاني بيساوي سالب ب يعني سالب 1 موجب أو سالب جذر ب تربيع ب1 ناقص 4 في 1 في سالب 20 على 2. فكده الحل الأول والتاني يبقى سالب 1 موجب أو سالب جذر. المفروض إن 4 في 20 بكام؟ ب80، وسالب في سالب بموجب، وهنا 1 فهنا يبقى 80، فيبقى دوت بكام؟ بسالب موجب أو سالب جذر 81 اللي هي كام؟ 9 على 2. فالحل الأول هيبقى عبارة عن سالب 1 زائد 9 على 2. الحل التاني عبارة عن سالب 1 ناقص 9 على 2 بيساوي كام؟ 9 ناقص 1 بكام؟ ب8. 8 على 2 فيها كام؟ فيها 4. الحل التاني هيبقى عبارة عن سالب 10 على 2 فيها كام؟ فيها السالب 5. المشكلة إن في بعد لمتوازي للمستطيلات قيمته بتساوي س، فأكيد مفيش طول أو ما ينفعش إن البعد ده يبقى بسالب 5، فإحنا مفيش طول بالسالب، فبالتالي ده هيتكنسل، فيبقى إن السين بتاعتك بتساوي كام؟ بتساوي 4. يعني الحل هيبقى رقم د. دي مسألة رقم 21. المسألة رقم 22 آخر مسألة في الإخطر، نبقى خلصنا الإخطر خالص كده. رقم 22 بيقول لك في الشكل المقابل، ورسم لك هنا إيه؟ برضو مستطيل. حلو. وهنا بيقول لك ان البعد ده عبارة عن س زائد 4 سنتي، والبعد ده عبارة عن س، البعد ده اللي هو ده بكام؟ البعد دوت برضو عبارة عن س ناقص ايه؟ 3 سنتي. حلو. بيقول لك اذا كانت مساحة المستطيل اللي هي عبارة عن ايه؟ طول في العرض اللي هي س زائد 4، لان لو افترضنا ان ده الطول فيبقى العرض عبارة عن س ناقص كام؟ ناقص 3 بتساوي كام؟ 78 سنتي متر مربع. فمش مهم الوحدة دلوقتي. دي كده المفروض لو فكيتها هتقلب لك معادلة من الدرجة التانية. المهم بيقول لك فإن محيط المستطيل، انت عشان تجيب محيط المستطيل يبقى لازم تعرف البعد ده، يعني لازم تعرف قيمة السين زائد 4 بكام، ولازم تعرف السين ناقص 3 بكام عشان خاطر تجيب المحيط. اللي هو المحيط بيساوي مجموع أطول أضلاع، يعني هتجمع مرة س زائد 4 زائد س زائد 4 زائد س ناقص 3 زائد س ناقص 3 هيطلع لك المحيط. فأنت أصلا الدنيا خربانة معاك أكتر في إن أنت مش عارف السين، فهتعرف السين من المعادلة التربيعية. فالسين في س بإيه؟ بس تربيع، وس في سالب 4 في سالب 3 سوري بسالب 3 س، وموجب 4 في س بموجب 4 س، وموجب في سالب بسالب، و3 في 4 ب12 بيساوي كام؟ 78. فهنا كده س تربيع سالب 3 س زائد 4 س بزائد س، هنا سالب 12 وبعد كده ندخل لها السالب 78 بتساوي 0. فيبقى ده هنا عبارة عن س تربيع زائد الس ناقص 12 2 و8 10 و1 و7 8، يبقى كده سالب كام؟ سالب 90 بتساوي كام؟ بتساوي 0. فهنروح برضو بالقانون العام. انا عارف ان الالف بتساوي 1 والب بتساوي 1 والجيم بتساوي سالب 90، فيبقى هنا هنستخدم القانون العام برضو. يقول لك ان الحل الاول والتاني بيساوي، يقول لك ان الحل الاول والتاني بيساوي سالب ب موجب او سالب جذر الب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. فمن هنا كده السالب
واحد اللي هي سالب واحد، يعني موجب أو سالب جذر الواحد تربيع بواحد ناقص الأربعة في واحد في سالب كام؟ سالب 90 على الاتنين في كام؟ في واحد. فهكمل القانون العام هنا عشان نوفر بس سبيس. سالب واحد أو سالب واحد يعني من الآخر موجب أو سالب جذر أربعة في 90 بكام؟ 4 في 90 4 في 90 4 في 90 بكام؟ ب360. يبقى هنا عندك واحد زائد 300 وكام؟ 60 على الاتنين في واحد بكام؟ ب2. فكده الحل أول والتاني عبارة عن سالب واحد موجب أو سالب جذر 361 على كام؟ على الاتنين. فكده عايزين نعرف ايه بقى؟ عايزين نعرف جذر، لا بس عليا 361 جذرها بكام؟ ب19. يعني احنا كده عندنا الحل ده يبقى عبارة عن الحلين، يعني سالب واحد موجب أو سالب جذر 361 بكام؟ ب19 على كام؟ على 2. فكده الحلين إما س، الحل الأول عبارة عن سالب واحد زائد 19 على 2، والحل التاني عبارة عن سالب واحد ناقص 19 على 2. فده يبقى عبارة عن 19 ناقص واحد ب18، 18 على الاتنين فيها التسعة، وهنا يبقى عبارة عن سالب 20 على الاتنين، تبقى السالب كام؟ سالب 10. تمام. فمن هنا كده لو انت جيت تعوض عن س ب9 هيبقى 9 زائد 4 بكام؟ برقم بالموجب، و9 ناقص 3 برضو برقم بالموجب. لكن لو جيت تعوض عن سالب 10 عن س بسالب 10، فسالب 10 زائد 4 بتديك سالب 6. فأكيد مستحيل يبقى في بعد أو طول أو ضلع يعني من أضلاع المستطيل بيساوي سالب 6. حتى سالب 10 هنا اهي، سالب 10 ناقص 3 بسالب 13، فبرضه ده مستحيل. فالحل ده هيتكنسل. انت طبعا ما بتكنسلوش غير لما تتاكد انه ما ينفعش يبقى ضلع، مش قصه ان هو طلع لك سالب، عشان الحته دي بتلخبط ناس كتير جدا يعني. فكده المستطيل بتاعك انت هتبقى فهمت ان طول الضلع دوت عباره عن 9 زائد 4. 9 زائد 4 بكام؟ ب13. فالضلع ده كمان زيه ب13. وهنا 9 ناقص 3 بكام؟ ب6. وهنا 6. فكل اللي انت هتعمله عشان تجيب المحيط انك هتجمع مجموع اطوال اضلاعه. محيط الايه؟ المستطيل هيساوي 13. مثلا وقفت انت مثلا كده 13 زائد 6 زائد 13 زائد 6 زائد 6. فكده هيديلك كده التجميع دي كلها كده من غير بقى، مش عادش فيها دماغ بصراحة. 6 زائد 13 زائد 6 زائد 13 يطلع لك بكام؟ ب38. يبقى الحل بتاعك هيبقى 38 اللي هو رقم كام؟ سوري 18 سنتي، 38 سنتي، اللي هو الحل بتاعك هيبقى رقم ج. وكده احنا حلينا كل الاخطر.